شوف، هو مشكلة انهم ما جابوا السومة. انا بالنسبة لي كفراس انا جدا حزين على خروج السومة بهالصورة. المدرب اليوم تكلمنا في الجزئية، هو في موضوع فنيا المدرب يحتاج انه يلعب دفاع وعلى الهجمات المرتدة. يقول انا في الهجمات المرتدة ما احتاج لاعب مثل السومة، بالاضافة لان في عنده بعض المآخذ يحتاجها المدرب. نحن بصدد الان عدم الكلام في هالموضوع، لان اليوم السومة نجم كبير. لا بس انت لمحت الان، وهذه ممكن هذا اتهام لابد تبين على اساس لا يصير عمر يعني صراحه ضحيه. لا لابد تبين. انا اول شيء انا ايش قلت لك اول شيء؟ لا بس لحظه شوي، ايش عمر ضحيه؟ الضحيه طال عمرك انه ذكر قال في اشياء ما نبغى نذكرها، في كانك انت المدرب ملاحظ على عمر حاجات غير الاشياء الفنيه. اليوم فهذه مشكله. انا بعطيك ابو احسنت. المنتخب اليوم خلاص اخذ القرار ان السومة يكون مستبعد. انا ضد القرار 100%. وهو فني بس فني الى اراء فنيه. قلت لك انا اليوم المدرب فنيا المدرب يعتمد على الدفاع والهجمات المرتده، هذا اسلوب لعبه. يعني فراس تحب تقول انه عمر السومة في لائحه ستشارك كاس اسيا ما عنده مكان؟ مستحيل. انا بالنسبه مستحيل يا اخي، انا بالنسبه مستحيل. انا معك لكن يعني انا مع السومة لازم انا لما يقولوا لي الموضوع الفني ما اسمع لهم. هذا رايي خاص، انا رايي الخاص صح. لكن اليوم انت المدرب اخذ القرار، والان هو موجود في كاس اسيا مع 26 او 25 لاعب في القائمه ومعه. نحن شو دورنا نحن كجماهير سوريا؟ انا اول واحد عارضت المدرب، بس اليوم خلاص يجينا على المباراه. انا طلعت وتكلمت وقسيت في الكلام على الاتحاد، وقسيت في الكلام على المدرب، وقسيت في الكلام على الكل، لكن هذا في اول ما طلعت القائمه. الان باقي يومين للمباراه، خلاص ما في فائده. التركيز على المنتخب. طبعا المنتخب فوق فراس الخطيب وفوق عمر السومة وفوق الجميع.